يا أهلا وسهلا حبايبي الحلوين، كل متابعين قصص وحكايات إيمان. جايبالكم النهاردة مفاجأة حلوة جدا، قصة جديدة روعة بجد. فايته كتير جدا اللي مش هيشوف القصة دي. كلها تشويق وإثارة وفيها رومانسية، كل حاجة انتوا بتحبوها. علشان بحبكم قررت اننا هنشتغل على الروايتين، على قصة روح الصقر وكمان على القصة الجديدة. يلا عايزة الاقي تفاعل، الكل يدخل يشوف القصة دلوقتي حالا. صقر كان بياكل الأكل وهو مبسوط قوي، وكان بيقول لروح: الوكل حلو جو يا روح. أمال كنت بتقولي إنك ما بتعرفيش تطبخي؟ ده الوكل ده ما يعملهوش غير شيفات كبيرة. قوليلي اتعلمتي الوكل ده منين؟ آم أنا آسفة، أنا كذبت عليك. هو أنت نسيت في أول جوازنا لما عملت للعيلة كلها وليمة كبيرة؟ أنا بعرف أطبخ كويس قوي، بس بصراحة كان نفسي جو تقف معايا في المطبخ، ويعني علشان أحس إنك عملت حاجة مستحيل كنت تعملها علشاني. وروح فضلت تضحك، وصقر كان بيقول: اه يا بنت اللذينة، بقى كده ماشي يا روح. عموما أنا أعمل المستحيل علشان خاطر عيونك انتي وبس، يا أجمل طباخة. طباخة وبس؟ ماشي، هعديها لك النهاردة. صقر، كنت عايزة أقول لك حاجة. أنا توحشت أبويا جوي، إيه رأيك نروح له؟ طبعا هنروح له أنا وإنتي يا روح، أول ما ننزل البلد. إحنا هنا في الساحل ولازم ننبسط، إحنا بنعيش أجمل أيام حياتنا، وأول ما نرجع الصعيد هنروح له أنا وإنتي. وفجأة موبايل صقر رن، وكان متعصب جدا لأنه لقاه مراد، لأنه هو كان موصيهم إن محدش يتصل بيه تماما طول ما هو في شهر العسل. ألو، أيوة يا مراد، خير؟ هو أنا مش قلتلك محدش يتصل بيا في اليومين دول؟ يا ابني محدش يكلمني تاني، ابعتلي رسايل. فجأة لقى مراد بيتكلم بالعافية، وكان بيقول: صقر، عرفنا مين البص يا صقر، عرفناه. ايه؟ انت بتقول ايه؟ بجد يا مراد عرفته؟ طب انت بسرعة وقولي هو مين. انت يا مراد. مراد وهو بيتنفس أنفاسه الأخيرة ما كانش قادر يتكلم، كان خلاص روحه بتطلع منه. صقر كان هيتجنن، وكان بيحاول يفهم منه ايه اللي حصل. يا مراد هو في ايه؟ قولي مين هو البص؟ هو انت اوعى تقول اذوك يا مراد. انا هقولك يا صقر، مين هو البص. البص هو عرفان، ابو مدام روح. صقر بصدمة: ايه؟ انت بتقول ايه؟ لا 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 لا، مستحيل. طب ليه؟ وعشان ايه وازاي؟ انا مش مصدق الكلام ده. وفجأة صقر ابتدى يسمع اصوات رصاص، كان هيتجنن على مراده وما كانش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط. روح، في ايه؟ انت شكلك وشك يعني متضايق، هو في حاجة حصلت ولا ايه؟ صقر رد بغضب: بس اسكتي، مش عايز اسمع ولا كلمة، مش عايز اسمع حاجة. انا خارج، اوعي تخرجي من هنا، فاهمة؟ ما تتحركيش من البيت ده يا روح، انا لازم البس حالا. وفعلا صقر طلع على الأوضة بسرعة ولبس هدومه، واخد مفاتيح عربيته وجري بسرعة علشان يركب العربية ويمشي. كل ده وروح واقفة عمالة تتفرج عليه ومش فاهمة ايه اللي بيحصل. وصل صقر مكان الجريمة ولقى الضباط كلهم واقفين هناك، وكمان كان واقف الضابط يدعى محمد، مرتبة عقيد. أهلا يا صقر بيه. ها، قولي ايه اللي حصل بالظبط؟ حضرتك احنا شفنا الكاميرات، وفي ناس اخدوا مدام سوزي من هنا وخلاص قضوا على باسم، وخلاص مات اللي كان هيدلنا عليهم. مع الأسف انا مش عارف اتصرف ازاي. وبالنسبة لمراد، تعيش انت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تتكفلوا بعائلاتهم كلهم، كل عائلات المتوفين، وجهزوا علشان نازلين الصعيد دلوقتي حالا. يلا جهزوا القوات وجهزوا العربية علشان لازم ننزل دلوقتي حالا، علشان في موضوع مهم جدا لازم نقدر نوصله. ايه؟ الصعيد؟ الصعيد دلوقتي حالا يا فندم؟ بس هنروح الصعيد ليه؟ ده الوقت اتأخر قوي. وبعدين يا فندم احنا لازم نشوف الضحايا اللي هنا. شش، انت سامع انا قلت ايه؟ يلا على الصعيد. البص
طلع عرفان الصدناوي، علشان كده لازم ننزل الصعيد دلوقتي حالا انا وانت والرجالة. انا عارف انك مصدوم لان الراجل ده كان طيب وفي حاله، بس هي دي الاخبار اللي وصلت لي وكمان موثوق منها. صقر كان هيتجنن، كان في اسئلة كتير قوي بتدور في باله، وكان بيقول بينه وبين نفسه: يا رب، الإنسانة اللي حبيتها في حياتي أبوها يكون أكتر واحد بيكرهني، وليه؟ ليه عايز يعمل فيا كده؟ بس ماشي ماشي يا عرفان الكلب، والله لوريك واخد حقي منك وحق مراد تالت ومتلت. اصبر عليا، أصل انت ما تعرفش مين هو صقر القناوي، بس أنا لازم أعرفك مين هو كويس قوي. وفعلا اتحرك صقر هو والرجالة كلهم، وكسروا الباب ودخلوا البيت، دوروا في كل مكان لكن مع الأسف ما كانش موجود. صقر كان هيتجنن وما كانش عارف مكانه فين، لكنه ما استسلمش. شكله هرب الكلب. بقول لكم ايه، انتوا خليكوا بره البيت وراقبوا البيت ده 24 ساعة لانه اكيد هيجي هنا، ولو عرفتوا اي معلومات اتصلوا بيا بسرعة. اما روح كانت في البيت، بعد ما طلعت الأوضة كانت عاوزة تنام، وصحيت من النوم من كتر الوجع، وكانت عمالة ترجع كتير جدا في الحمام، وتخرج من الحمام تحاول تنام لكنها مش قادرة من كتر المغص. وفجأة وقعت على الأرض وأغمى عليها، وما كانش فيه أي حد معاها في البيت لأن صقر سابها ومشي ورجع الصعيد. صقر روح بيته وقعد مع الحاج حمدان والده، وكان بيقوله: كيفك يا ولدي؟ اتوحشتك جوي. أنا كويس يا بوي، الحمد لله. إلا قولي أنت كيفك، وأمي كيفها؟ بخير يا ولدي. إلا قولي أنت كنت فين طول الفترة دي؟ وفين مرتك؟ هو أنت كل ده وما جبتهاش معاك؟ ده أنا توحشتها جوي يا ولدي. إلا قولي فين روح؟ صقر افتكر روح واتخض جدا وقام وقال: روح روح، أنا آسف يا بوي، لازم أمشي دلوقتي حالا. وطلع يجري بسرعة جدا، كان عايز يوصل لروح بأقصى سرعة. هو كان نسي تماما إنه سايب روح لوحدها في البيت. أما عند البص كان بيكلم سوزي ويقول: منورة يا بنت سالم، منورة المكان كله، عاملة إيه؟ ردت سوزي وقالت: أهلا بيك يا بص، أنا عن نفسي بخير والحمد لله، طالما أنت قدرت تنقذني وجبتني لغاية عندك. ما تخافيش، محدش يقدر يعمل حاجة غصب عني. إلا قوليلي أمال فين الأوراق؟ أنا عايز كل الأوراق اللي انت خدتيها من بيت صقر القناوي. حضرتك طيب جدا، عايز كل الأوراق وببلاش كده؟ لا طبعا، أمال فين حسابي؟ حسابي وفلوسي فين؟ حساب ايه؟ انت بقالك السنين دي كلها اللي فاتت بتاخدي مني فلوس، وجاية دلوقتي عايزة حساب؟ طبعا عاوزة حساب. كل حاجة في الدنيا دي بالنسبة لي فلوس وليها حساب. ده أنا هخسر صقر القناوي بجلالة قدره، يعني ما كانت فلوس. قلتلك مفيش فلوس، انت خدتي كتير. وبعدين أنا أهم حاجة عندي عايز أخلص من روح، أخلص منها تماما. إلا قولي بقى، هو حضرتك ليه عايز تخلص من بنتك؟ أنا عمري ما شفت حد بيكره بنته للدرجة دي بنتك. ليه بقى؟ هو انت مش طايقها زي ليه؟ بيني وبينك انا كمان نفسي تموت بأي شكل، انما انت عايزها تموت ليه؟ ومين قالك بقى ان روح تكون بنتي؟ روح مش بنتي، روح بنت عمه، بنت عم صقر. ايه؟ معقول روح تكون بنت عم صقر وتكون مش بنتك انت؟ طب ازاي؟ انا مش فاهمة اي حاجة. وروح بقى عارفة الكلام ده كله ولا ما تعرفش حاجة؟ لا، محدش يعرف ان روح مش بنتي، وهتعرفي كل حاجة في الوقت المناسب، مش كل حاجة عايزة تعرفيها في وقتها. ما تثقيش في اي حد حتى لو كان ابوكي او كانت امك، هي دي الحياة. معقول؟ ايه ده؟ انا حاسة اني بحلم. ازاي يعني انت مش والد روح وروح تكون بنت عم صقر؟ ولحد هنا تكون نهاية حلقة النهاردة. يا رب تكون عجبتكم. أتمنى لو عجبتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم إشعار بكل حلقة جديدة. وعلى فكرة المسابقات مستمرة ومش هنوقفها، بس هنكمل مسابقات في القصة الجديدة.
القصة دي بجد حلوة قوي. يلا بسرعة الكل يروح يتابع القصة الجديدة علشان هنبدأ فيها مسابقات من أول وجديد. ألقاكم في حلقة جديدة، مع السلامة.